زوينات ديالي، السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكيشه كتجي عائليه، كتجي قمه الروعه ولذيذه. غنصوبها بالكفته والكروفيت ولا داند فومي. بالنسبه للمقادير، عندي نص كيلو ديال الكفته، تقريبا واحد ربعه ديال الكروفيت، عندي هنا واحد نص كيلو ديال البورو، 200 غرام ديال لا داند فومي، زويته بلديه والثومه غبره فومي، الملحه والبزار. ما غاديش ندير كثره العطريه بتاتا. في مقله كندير الزيت البلديه، كنضيف عليها البورو، الملحه والبزار. غنخلي هذا البورو ديالي تيتشحر مزيان حتى كيدبل. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم ديال هاد المقادير، انا غنستعمل كيشه كبيره. نتوما الا غديروها صغيره نقصوا من هاد المقادير هادو. كنضيف الكفته على البورو من بعد ما شحرناه، وكنخليها كتشحر مزيان مزيان. الكفته من بعد ما كطيب كنضيف عليها شويه ديال الثومه غبره فومي، وكنضيف فيلي دو داند مقطع رقيق فومي. كنخلط غير واحد شويه، ما كنخليش المقله فوق البوطه بزاف، تقريبا شويه شويه شويه، وكنحيد المقله من على البوطه. بالنسبه للعجينه، عندي 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده. عندي الزعتر باش غادي نسم العجينه، نسمو باش ما بغيتو، الملحه، البزار، ثومه غبره، شويه ديال الفرماج حمر محكوك، وغادي نجمع العجينه بشويه ديال الحليب. تقدروا تجمعوها غير بالماء. كنضيف الملحه والبزار، ثومه غبره. تقدروا ديروا حتى البازيليك الا عندكم، المهم اي حاجه في الاعشاب المنسمه عندكم ديروها. وكنحك هذاك الزعتر وكنبدا نخلط في العجينه غير بصبيعاتي حتى كترمل ليا داك الدقيق، كيترمل مع الزبده. يستحسن الزبده تكون بارده. صافي كنحصل على الدقيق يكون بحال هكا مرمل. دابا غادي نضيف الفرماج احمر. عرفتي البنات الفرماج احمر في لاباط بغيزي كيفاش كيجي واعر، كيجي واعر كيجي بنين بزاف. كنلبسو مزيان مع هذاك الدقيق. ودابا غادي نجمع بالحليب يكون بارد. عيني ميزاني حتى كنجمع العجينه، ودائما كنخدم غير بصبيعاتي، نحاولوا ما ندلكوهاش. العجينه من بعد ما جمعتها غادي نخدم بها مباشره، ما غنخليها لا ترتاح لا نحطها في الثلاجه لا والو. كنرش السطح العامل بشي شويه ديال الدقيق، وكنسرح لاباط. سمحوا لي البنات كنهضر معكم شي شويه مخنوقه، ما شكيت عليكم، مريضه. ايوا قلت هذا الفيديو مسكين، عرفتي منين حتى هو مصور اليوم نحطو غدا نحطو، اليوم نحطو حتى كتاب اليوم. واخا مريضه كنحط لكم صوتي باش هكا نحط لكم الفيديو. واللي بغى يصوب هاد لاكيش في هاد الويكاند ان شاء الله تكون عنده بعد الوصفه. انا استعملت هاد الكادر هذا، استعملته مربع، تقدروا تستعملوه داير يكون كبر من هكا. المهم انا هذا عندي فيه العلو، لانه بناتي بغاو كيشه تكون طالعه. قالوا لي ماما عافاك عطينا كيشه تكون طالعه، ما تبقايش تلعبي معانا كاش وتعطينا ديك الكيشه اللي كتكون صغيره.
زعما داك المول ديال لاطاخت اللي تيكون ما تتكونش فيه لا اوتور. قلت لهم صافي جاتكم فريمون، جات تبارك الله مهبره وطالعه وعامره مزيان، اللي ضرب طريف ما تيبقاش يعاود الثاني. هنا كنحاول انني نقاد الجوانب غير بيديا وتبدا نسودي في العجينه. الجهه اللي خاويه كنعمرها وتنقاد الجوانب كاملين صافي، وكنحيد دوك الزوائد اللي عندي في الجناب. والعجينه اللي شارت ليا غادي نخرجت منها جوج ديال لي كيش صغيورين. هنا كنتقب العجينه بالفرشيطه غير من الوسط، كنحط لافارس ديالي لي صوبت. عرفتي البنات هاد لافارس راه كتجي واعره. الا عقلت واحد المره قلت لكم غير مؤخرا، قلت لكم راه غنشارك معكم واحد لاكيش كتجيب الكفته والكروفيت، كتجي واعره 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 واعره. كندير الكروفيت كيف ما لاحظتوا راني ما طيبته ما والو، كنديروه خضر لانه راه غير داك الصهد الفران صافي تيطيب، ما كاين لاش نعاودو نشحروه. كنستف الكروفيت من الوسط وكنعاود نكمل بلا فارس ديال الكفته والفيلي دو داند فومي. شفتيو لي دو كيش لي صوبت صغيورين حتى هما كيجيو فنين في المنظر. ودابا غنصوبوا لاباغيا كيش. غادي ندير 400 غرام ديال الكريمه ديال الطبخ في 100 غرام ديال الحليب. بالنسبه لاباغيا كيش تقدروا ديروا 250 غرام الكريمه و250 غرام ديال الحليب، ما كاينش اشكال. كندير 3 ديال البيضات، كندير واحد الحكيكه ديال الكوزه، ثومه عبره، شويه البزار، شويه الملحه، وكنخلط الكل. كندير الفرماج من الفوق، فرماج حمر محكوك، وما نساوش الفران راني دايراه كيسخن على درجه حراره 180 الفوق والتحت. هاد لاكيشه البنات صورتها لكم قبل ما نجيب الفران ديالي جديد، علاش قلت لكم هاد الفيديو راه عندي قديم صافي. وكنبدا نفرغ فوق منهم لاباغيا كيش. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا تنحيد هاد الزائد ديال العجينه باش تجيني لاكيش مقاده، لانه الا خليت هذيك العجينه من الفوق غادي تحمر في الفران وما غاديش تجي زوينه، الشكل ديالها ما غاديش يجي زوين. كتعجبني الكيشه تجي قد لاباط قد الحشوه، تجي هي هذيك. وغندخلها الفران. لاكيش ديالي من بعد ما طابت هي هذه الشكل ديالها كيفاش كيجي. الا لاحظتوا معايا في الجنب غتشوفوني باللي حيت هذوك الصغيورين، علاش؟ لانه الصغار كيوجدوا دغيا، فمنين حسيت بهم تحمروا حيدتهم وكملت الطياب للكيشه الكبيره. دابا انا عاد حطيتهم غير باش نوريهم لكم. لاكيش كتجي محمره وفنه ولذيذه لذيذه 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 بمعنى الكلمه. هاد لا غوسيت احتفظوا بها، ان شاء الله غادي تنفعكم في رمضان باذن الله. حنا لاكيش غادي نخليها حتى تبرد، وملي غادي تبرد غادي نديكوريها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. خديت كريمه طربتها مع شويه ديال الفرomاج بلون مزيان حتى طلعت ودرتها في البوش
وتنديكوري بها لاكيش ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. حتى الا حطيناها للضياف كتكون شي حاجه اللي هي زوينه. ودرت لها شويه د لا سالاد من جناب مع شويه ديال الطوماط سوريز، كتعطي واحد المنظر زوين ورائع جدا. شي حاجه اللي حطيناها لضيافنا ديال تحمير الوجه. ما كانوش عندك الضيافه اختي وما بغيتيش وما فيك اللي يدير لا كريم لا فرomاج بلون، صافي خليها غير بحال هكاك راه كتجي رائعه. قدميها لوليداتك مع اون سالاد ولا اون سوب وهانتي نايضه، كتجي لذيذه 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. وانا دابا ما عليا الا نقول لكم بصحه وراحه.